مساء الخير عليكم يا أهلاوية وزملكاوية. نبدأ معاكم نشرة الكورة النهاردة بأهم أخبار الأهلي والزمالك واللي حصل في الساعات الأخيرة. الخبر الأول: إمام عاشور. الأهلي قرر يستبعد إمام عاشور من ماتش غزل المحلة في الدوري. السبب إن اللاعب لسه راجع من إصابة بكسر في الترقوة، وشفاه مش مكتمل 100%، والجهاز الفني مش عايز يغامر بيه في التحامات قوية. وبكده مشاركة إمام قدام بيراميدز يوم 30 أغسطس بقت محل شك، وده ممكن يخليه يغيب عن منتخب مصر للمرة الخامسة على التوالي. الخبر الثاني: قائمة الأهلي. قائمة الأهلي قدام المحلة شهدت غياب ياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد شكري للإصابة، وكمان محمد هاني للإيقاف. وفي مفاجأة، أحمد عابدين انضم لأول مرة للقائمة بعد ما رجع من الإعارة. وبرضه لسه مروان عطية وإمام عاشور بره بسبب الإصابة من بداية الموسم. الخبر الثالث: التحكيم. اتحاد الكورة بيقرب يعلن عن طاقم تحكيم إسباني علشان يدير ماتش الأهلي وبيراميدز، واللي هيكون يوم 30 أغسطس في الجولة الخامسة من الدوري. الخبر الرابع: حسين الشحات. إدارة الأهلي ناوية تعقد جلسة مع المدير الفني خوسيه ريبيرو في التوقف الدولي الجاي، وواحد من الملفات هو تجديد عقد حسين الشحات. رغم إن الشحات مش بيشارك كتير أساسي الفترة الأخيرة، لكن في اتجاه قوي لتجديد عقده موسمين كمان، باعتباره من أعمدة الجيل الحالي اللي حصد بطولات كبيرة مع الأهلي. الخبر الخامس: الزمالك وأرض 6 أكتوبر. وزير الرياضة أشرف صبحي علق بشكل دبلوماسي على أزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر، وقال إن الموضوع أساساً تابع لوزارة الإسكان والجهات المختصة، ومش ضمن صلاحيات وزارة الرياضة. وطلب من إدارة الزمالك تجهز ملف كامل بالمستندات والإنجازات علشان يتم عرضها بشكل رسمي. الخبر السادس: تامر عبد الحميد. إدارة الزمالك قررت تحول تامر عبد الحميد لاعب الفريق السابق للتحقيق بسبب تصريحاته ضد مجلس الإدارة واتهامهم بالتربح، في اتجاه كمان لشطب عضويته من النادي لو ثبتت التجاوزات. والمصدر من الزمالك أكد إن المجلس هيتحرك قانونياً ضد أي حد يسيء للنادي أو لمجلس الإدارة. دي كانت أهم أخبار الأهلي والزمالك النهاردة. استنونا في نشرة جديدة مع آخر المستجدات في الكورة المصرية.